فكرة ان الناس بقت بتربط ما بين قيمتها الذاتية وما بين انجازاتها خلى ناس كتير حاسة بالفشل، بالنقص، بانها مش كفاية، انها مش راضية عن حياتها. بس لا، لازم نفصل ما بين قيمتنا الذاتية وما بين الانجازات. اول حاجة، ولقد كرمنا بني ادم. يعني انا مجرد ان انتي انسان، انتي من اول ما اتولدتي انتي مولودة بالتكريم. رب العالمين كرمك، فانتي مش محتاجة اضافة عشان تكوني مكرمة. لا، انتي مولودة بالكرامة، والانسانية دي حاجة انتي مولودة بيها، من غير ما تكوني مشهورة، من غير ما تكوني بتقدمي حاجة، من غير ما تكسبي او تخسري اي حاجة. انتي مولودة مكرمة. لدرجة انا من كتر ما بقدس فكرة التكريم دي، شايفة ان ما ينفعش مثلا الضوافر اللي بقصها او الشعر اللي بقصه او الشعر اللي بيقع مننا احنا كبنات، ان كل الحاجات دي ناخدها مثلا ارميها في باسكت، او هدومي القديمه ان يتمسح بيها او كده. لا، انا بالنسبه لي انا ضد الموضوع ده قلبا وقالبا. انا شايفه ان اي حاجه لمستني فهي ما ينفعش انها تتبهدل. ما ينفعش ان حاجه تبقى وقعت مني او كانت جزء مني ان هي تترمي كده. فانا عن نفسي مثلا شايفه ان ده المفروض انها تدفن. هو ده مش موضوعنا، انا بس بوضح لك انا الفكره بالنسبه لي عميقه ومقدسه قد ايه. شايفه ان هو لا، ضد الفطره. ازاي؟ لا، ازاي اعمل كده وان انا ارمي حاجه وين؟ يعني حاسه باشعر من الموضوع ده. تاني حاجه، موضوع الانجازات ده موضوع نسبي بحت. يعني ايه؟ يعني ممكن حاجه انت بالنسبه لك شايفاها بسيطه ومش انجاز بالنسبه لحد تاني حاجه عظيمه، والعكس. مثلا ان حد مثلا كل يوم بيصحى الصبح بدري، بالنسبة لحد عايش حياته كلها بيحاول يضبط نومه، ده انجاز. انت ازاي بتعمل كده؟ انت ازاي بتصحى كل يوم الصبح بدري وتبتدي يومك الساعة 5 الفجر؟ بالنسبة لحد تاني هو عايش طول حياته بيحاول يضبط نومه ونومه متشقلب. واو! بالنسبة بقى للشخص نفسه عادي، انا بعمل ده العادي، ده الطبيعي. في ايه؟ ده انت مكبر الموضوع ليه؟ ففكرة الانجازات دي حاجة نسبية بحتة. ثالث حاجة او رابع نقطة، مش عارفة دي النقطة الكام، ان بقى في قالب كده للنجاح. بقى ان هو محطوط في ان حد مثلا مشهور بيجيب فلوس، بيشتغل شغلانة معينة، بياخد شهادة معينة. طب ما في ناس كتير يعني ده قالب مجتمعي كده او بقى معيار. بقى هو ده بالنسبة لناس كتير ده معيار النجاح. لو انا ما عملتش ده يبقى انا مش منجز، انا ماليش قيمة، او انا ناقصني حاجة. طب ازاي؟ يعني الشخص او الراجل او رب الاسره اللي بيصحى كل يوم الصبح ينزل يشقى ويتعب عشان يعرف يكفي احتياجات ولاده، ده مش انجاز؟ الام او ربة المنزل اللي بتربي الطفل وبتقعد معاه ده بتراعيه. دي مدرسة في حد ذاتها. انت بتطلعي انسان ممكن يبقى هو في يوم من الايام هو ذو شأن، هو اللي يغير الكون، ده مش انجاز؟ الشخص مثلا شخص بيتقي ربنا، مش بيتقي ربنا، دي حاجة محدش عارفها غيره، ان هو بيتقي ربنا او بيحاول ما يجيبش سيرة الناس او ما يتكلمش عن حد او انه ما يظلمش حد او ما يجرحش حد بكلمة، وبيجاهد طول الوقت وبيحاول ان هو يطوع نفسه لخدمة ده، ان هو يتحكم في هواه. ده مش انجاز؟ مع ان دي انجازات مش يعني بالنسبة للناس هي مش متشافة، انت بس اللي شايفاها وانت اللي مدركاها. ده مش انجاز؟ فلا، قيمتك مش مرتبطة باللي انت انجزتيه. قيمتك الذاتية مرتبطة برضاكي عن نفسك، عن اللي انت بتعمليه، عن ظروفك، عن تحدياتك اللي محدش يعرف عنها حاجة، عن الحاجات اللي مريتي بيها في حياتك ومحدش يعرف انت مريتي بايه، عن كواليس حياتك اللي ما بينك ومن نفسك، عن رضاكي عن رحلتك، دي رحلتك الخاصة. كل شخص عنده
طموحات مختلفة، عنده ظروف مختلفة، عنده معطيات في الحياة مختلفة، فكل واحد استخدمها بالشكل اللي يقدر عليه. يعني كل واحد انفق من يعني مش عارفة اقولك ايه اللي هو كل واحد استخدم اللي عنده قد ما يقدر، او بالمعطيات اللي عنده. فانتي قيمتك مش مرتبطة، قيمتك الذاتية لنفسك مش مرتبطة بان انتي قدمتيه. ده مرتبط بان انتي راضية عن نفسك، راضية عن حياتك، راضية عن رحلتك، انتي حاسة ان انتي بتعملي اللي عليكي. انتي لو مش عاجبك اللي انتي بتعمليه، او انتي مش مرتاحة في وضعك، تمام تقدري تغيريه، ده موضوع تاني. ولكن ما ينفعش تكوني بتستمدي قيمتك الذاتية وشايفة ان انتي لو الشغل اختفى، لو اللي انتي بتعمليه اختفى، لو البيزنس بتاعك راح، لو الشخص مثلا اللي في حياتك، يبقى انت كده خلاص ولا حاجه. لا، انت ليكي قيمه، ومفروض انت تبقي عارفه قيمتك عند نفسك، قيمتك عند رب العالمين ان هو كرمك، فقيمتك عند نفسك انت المفروض تبقى ايه. وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى ان تكون الفكره وصلت. مع السلامه.